بعيدا عن ان كلنا ضد التأجيل عموما في اي مباريات داخل اي مسابقة لاي نادي، علشان ما يبوظوش تكافؤ الفرص داخل تلك المسابقة. لكن هل يعني انا اراضي الضمير العام، يعني لو كان الاهلي هو اللي هيلعب نهائي افريقيا والعودة، تمام، يعني هو لعب الذهاب امبارح، تمام، وهيلعب العودة بعد اسبوع، هل هيخلوه يلعب مباراة في وسط الاسبوع في الدوري او في اي مسابقة محلية ايا كانت لو كان الاهلي؟ يعني انا بس راضي الضمير العام والمسؤولين في الاتحاد وفي الرابطة وفي الدوري عموما، او مسؤولين الرياضة المصرية. مش لو كان الاهلي دلوقتي هو اللي لعب مباراة الذهاب وهيرجع يلعب العودة بعد اسبوع، كان زمان المسؤولين والصحف والزحف الجماهيري لحضور مباراة العودة والنهائي، ونطالب وزير الرياضة ورئيس الوزراء بأن العدد يكون في الاستاد 100,000 150,000، ونفتحوا المدرجات ونخلي الدنيا بقى ايه، يعني الاهلي بيمثل مصر وده نهائي قاري، والكلمتين اللي احنا بنقولهم، ومفيش حد بيشجع صن داونز لان كلنا دلوقتي ورا الاهلي. كل الانديه الرياضيه المصريه تشجع الاهلي. لما بيكون الزمالك في النهائي كانوا بيطلعوا يشجعوا صن داونز كده عيني عينك في القنوات الاهلاويه الحمراء، ويقولوا كلنا صن داونز لان الزمالك بيمثل نفسه. مفيش مشكله ان احنا نشجع صن داونز لان هي دي الرياضه، وان يعني في احترافيه، وان عادي مفيش مشاكل، اصل دي انديه والكلام ده كله. كل الكلام ده يتغير لما يكون الاهلي هو اللي هيلعب النهائي. لا، لازم كل الدوله تشجع الاهلي، وكلنا نقف ورا الاهلي، وكل الانديه دلوقتي ننسى اللي بينا والمشاكل، ولازم نشجع الاهلي لان هو بيمثل مصر. طب اللي بيمثل مصر دلوقتي مش هو صن داونز؟ ليه ما تعملوش نفس الحشد اللي بيتم كل سنه في النهائيات للاهلي؟ بالعكس، ده بيراميدز محتاج حشد اعلامي واعلاني قوي. ليه؟ لان ما عندوش جماهير، وهو دلوقتي كمان مش بيمثل مصر، لا ده بيحاول يجيب كرامة مصر اللي اهدرها الاهلي في مباراة سان داونز. ما لو انت بتقول بقى بيمثل مصر، ما انت هتاخدها في السكة دي. احنا مش عايزين ناخدها في السكة دي. ليه؟ لان مفيش نادي بيمثل مصر، النادي بيمثل ذاته زي ما انتوا بتقولوا كده. لما كل الاندية بتصعد لنهائيات مهمة وانتوا متضايقين مش عايزينهم ينافسوا، فخلاص اعتبر ان ده يا سيدي نادي بيمثل نفسه، اعتبر بيراميدز بيمثل نفسه. لكن ما تجيبليش الاهلي بعد كده ويجي في مهمه ولا في مسابقه زي كده فتيجي تقول لا 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 ده الاهلي كده بيمثل مصر، ولازم كل الاعلام والصحف واي حد ما يشجعش الاهلي يبقى خاين، خيانه وطنيه. طب ازيك دلوقتي وازاي حالك لما انت خاين خيانه وطنيه ومش بتشجع بيراميدز ومش عايز مباراه تتاجل لبيراميدز وسط الاسبوع؟ ليه بقت؟ ليه؟ لان انت خايف ان بيراميدز يعني لما يأجل مباراة الدوري دي فيرجع بعد كده براحته يفوز فيها فيزنقك فياخد الدوري منك. وانت كل قصتك دلوقتي الدوري، لانك صارف مليارات الجنيهات وطلعت بموسم صفري، فانت هتموت وتسرق الدوري كعادتك في سرقة كل البطولات. فطبعا يعني عايز تزنق بيراميدز اللي هو يعني فريق بيمثل مصر حاليا. على قولك بقى، على قولك. احنا على فكره ما بنحبش حاجه اسمها نادي يمثل مصر، ما بيمثلش مصر غير المنتخب فقط. كل الانديه دي ادوات لصناعه منتخب قوي، ولو في يوم من الايام وصل النادي انه يبقى اهم من منتخب يبقى دي خيانه، تبقى دي خيانه وطنيه، وتبقى عديم الوطنيه، والمسؤولين في النادي ده عديمين الوطنيه. ده الحج وده اللي المفروض يتقال. لما تميز ناديك فوق كل الانديه وفوق المنتخب تتكلم عنه كده، يبقى انت كده خيانه، دي خيانه واضحه كمان. يعني الاهتمام الكلي من كل الانديه يكون للمنتخب، لصناعه منتخب وطني قوي. لما انت تسرق اللعيبه من كل الانديه ويجي الجماهير دي اللي كانت بتعشق اللعيبه دي تشوفها في المنتخب، هل الجماهير دي هتشجع المنتخب؟ ما خلاص. انا كزملكاوي لما اشوف واحد زي زيزو اتخطف وراح الاهلي، زيزو كان بيلعب مع المنتخب كنت بفتخر بيه
وبقول لاعب الزمالك في المنتخب وبنشجع المنتخب. تعال دلوقتي لما زيزو راح الاهلي، لما اشوف المنتخب هيلعب هتمنى للمنتخب الهزيمه النقراء وباكبر نتيجه. ليه؟ لان زيزو ده كان من ضمن لعيبه الزمالك اللي هم الاعمده الرئيسيه وراح دلوقتي الاهلي. فلا انا اتمنى للمنتخب الفوز ابدا كزملكاوي. انا مش بتكلم عن نفسي، ده بتكلم كل الزملكاويه يكونوا كده. وكان هيبقى العكس لو كان في الاهلي برضو نفس القصه، لو الزمالك عمل كده نفس القصه مع لاعب من الاهلي نفس المشكله هيعملوها الاهلاويه. فيا ريت يا ريت كل الانديه تلعب لعبه تكافؤ الفرص باحترام وبشفافيه، علشان ده يصب في مصلحه منتخب قوي زي ما المغرب عملت ومنتخبها رابع كاس عالم. رابع، مش انت بتموت عشان تصعد كاس عالم وتصعد هناك. يا ريت بتعمل حاجه، بتخسر 3 مباريات وترجع زيك زي الاهلي في كاس العالم للانديه، نفس القصه، بيروح يشيل بالخمسات والستات من انديه مجهوله وبيرجع ولا عمره عمل انجاز ولا نيله. الانجاز الحقيقي لو نتكلم بالانجاز الرجاء المغربي ونادي تيما زيمبي وعندك العين ومش عارف ايه الانديه العربيه دي. لكن احنا خلينا في افريقيا، الرجاء المغربي وتيما زيمبي وصلوا وصيف كاس العالم للانديه، اللي هو بالمناسبه يعني بطوله اصلا شرفيه، يعني عشان بس ما نهولش منها. اوكي الصعود ليها مهم ومفرح والكلام ده كله، والاشتراك فيها حد ذاته شرف، بس انت ما بتوصلش للمرحله دي بشرف ولا بنزاهه اساسا من الاساس. فعشان بس نكون واضحين، يعني انت بتوصل بالدوري المعروف اللي انت بيتاجل لك كتير فيه لما بتكون بتلعب في افريقيا، واغلب الانديه الافريقيه ما بيتاجلهاش، فبتبقى اصلا مرتاح، زائد تحكيم، زائد شغل من هنا ومن هنا، زائد مؤامرات تشتري مدرب زي بتاع صن داونز دوا واللعيبه بتاعته وتقعد معاهم قبل النهائي، فتشتري زمامهم وتشتري زمام الغربال مصطفى غربال والحكام وده 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 وكورونا ومش كورونا وكل التاريخ بتاعك الاسود معروف. فبتصعد بقى بالقصه دي كلها لنهائي كاس العالم، لبطوله كاس العالم للانديه اللي انت بتفتخر بيها وانت قاعد ترسم عينه وجارف امنا بيها، اللي هو بالمناسبه كمان الزمالك فاز بيها مرتين قبل كده. نفس البطوله دي مش اشترك فيها، ده فاز بيها مرتين وكان اسمها الافرو اسيويه، والفيفا اوقفت البطوله وغيرت اسمها خلتها كاس العالم للانديه. الزمالك فاز بيها مرتين، مش مشترك فيها، فاز بيها مرتين، عشان تبقى بس عارف تاريخ البطوله دي بدا ازاي. بدا من بعد ما الافرو اسيويه وقفتها الفيفا وغيرت اسمها للكاس العالم للانديه، فاز بيها الزمالك مرتين. تمام. ونفس البطوله بعد كده لما اتغيرت اسمها كان الزمالك اول نادي برضه يصعد لكاس العالم دوت، وما تلعبتش وقتها كمان عشان ظروف يعني تحضير وكده. فبس ما تقعدش تهول في الاشياء وقصص التاجيل وقصص ان انتوا بتدعموا تكافؤ الفرص والكلام ده كله من المسؤولين، كل ده كلام كذب. مفيش لا تكافؤ ولا في نيله، وفي دعم نادي واحد فقط فوق كل جميع الانديه. وانتوا ما طلعتوش الكلمه ببلاش اللي هي الاهلي فوق الجميع، لا ده هي حقيقيه وعلى ارض الواقع، مش فوق بقى بالرياضه وباللعب والنزاهه، لا ده فوق بقله الادب والبلطجه والشغل الشمال اللي على حق اللي موجود فعلا، شغل شمال ودعم كامل. فما تقوليش بقى تنافس وتكافؤ ورياضه وارقام ومش ارقام. اوعى اسمع واحد اهلاوي يقارن بين ارقام السرقه بتاعت الاهلي واي رقم شريف. ده الاسماعيلي البطوله اللي واخدها، الاسماعيلي دوري ابطال افريقيا اللي اخدها بكل ال 12 بطوله اللي انت واخدها بالسرقه وبالنهب والصعود اصلا لافريقيا بقله الادب بتاع عامر حسين وبتاعت كل المشتركين بقى في ان هم يوصلوك لنهايه افريقيا. وفي افريقيا نفس القصه بيحصل وانت مرتاح وبتاجيلات وبحكام وبمدربين. فما تقارنش ارقامك الشمال باي رقم لاي نادي محترم وشريف. ده غزل المحله وصل نهائي افريقيا، غزل المحله وصل نهائي افريقيا، نادي شريف ولعب بشرف والكلام ده كله. لكن انت كل نهائياتك وكل حركاتك وكل بطولاتك كلها عليها علامات استفهام، سواء في الدوري المحلي او سواء بطولات محليه او بطولات قاريه. والدليل على ذلك لما كنت بتصعد كاس العالم للانديه ايام ما هو كان هميوني، يعني انديه مش معروفه ومجهوله، يا ريت كنت بتعمل معاهم حاجه. اقصى حاجه عملتها الثالث وانديه مجهوله. وعندك الرجاء المغربي وتيما زيمبي وصلوا للوصيف في البطوله دي، ومحدش بقى فيهم طلع بقى قال لك احنا تاني كاس العالم ولا احنا الفشخه اللي انت بتفشخل نفسك دي. فبطلوا بقى هب
ولو في تكافؤ فرص حقيقي الاهلي هينزل درجه رابعه. الاهلي هينزل درجه رابعه، ده انا متاكد من الكلام ده. سلام.